السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان الجميع يكونوا في خير وفي هنا وسعادة. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا. اللي اول مرة يشوفنا حبايبي يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويختار كلمة الكل عشان يوصل لكل جديد يا حبايبي. وحابة طبعا اشكر حبايبي اللي من مصر واللي من برا مصر. انتوا طبعا مشرفيني ومنوريني والله. ما تحرمش منكم ابدا يا رب دايما كده، يا رب متجمعين يا رب دايما على الخير يا رب. وطبعا هتعملي ايه يا ام اسلام؟ هنعمل معاكم صينيه السمك يا حبايبي، المكاريل وسمك المكاريل وسمك البلط في الفرن يا حبايبي. بس يا ريت تتابعوا معانا الفيديو للاخر، ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك. اهم حاجه اللايك بتاعكم الجميل يا حبايبي، لان انتوا طبعا عارفين ان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو بتاعنا وخلي الفيديو يتشاف. فيا رب كده دايما متجمعين يا رب دايما في الخير يا رب يا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. طبعًا أول حاجة بقى معانا هنعمل الصلصة بقى بتاعة السمك بتاعنا دوّة، دي ما شاء الله يعني طريقة سهلة حلوة أوي، أوي. يعني بتدّيكِ طعم جميل جدًا، جدًا، جرّبيها بالطريقة ديّة. هيطلع معاكِ جميل جدًا زي ما أنتم شايفتوه كده، ما شاء الله جميل، ولا تشوي بقى ولا تدخّني ولا كده يعني. تمام يا حبايبي، وكده أهوّة. طبعًا فرمنا بصلاية كبيرة. أنا باحب يعني أمّا أكون يعني حاجة بصلاية كده باحب أفرمها يعني أخرّطها على إيدي وكده، زي ما أنتم شايفين كده أهو يا حبايبي. ونزلنا بقى إيه بمعلقة من السمنة، ومعلقتين كبار كده من الزيت. وهنبدأ بقى إيه نشوّحهم كده على البوتاجاز، مش هاحمّرهم يعني، إحنا بس هندبّل البصل بتاعنا يا حبايبي. لإن أنا مش عايزة أحمّره يعني. تمام يا حبيبي، بس أهم حاجة إن أنتِ إيه تدبّليه كده يا دوبك، يعني تغيّري من لونه شوية. وكمان طبعًا هنحط القرنين الفلفل دُولة ما شاء الله يعني بيدّوا له طعم جميل، وبيخلّوا طعمه يعني بيودّيكوا في حتّة تانية كده ما شاء الله. القرن الفلفل الشطة القرن الشطة عفوًا، اللي هو الspicy ده بيخلّيها طعمها جميل جدًا. وكمان قرن فلفل أخضر. بتخرّطوهم كده على البصلاية وتشوّحوهم كده مع بعض كده، بيدّوكِ ريحة جميلة بتبقى ما شاء الله. وعايزة أقول لكم إن الريحة بتاعتهم طالعة ما شاء الله جميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطبعًا بقى ما تنسوش اللايك يا حبايبي بالله عليكم. واللي ناسي اللايك بقى يا حبايبي يا ريت يحط لنا اللايك. طبعًا هنبدأ بقى إيه. كده أنا خرّطت القرنين الفلفل أهوّة، هو مش الاتنين مش حراقين، الأخضر ده كان مش حراق يعني، هو قرن شطة بس مش حراق يعني بيدّي ريحة حلوة أوي، وبيدّي طعم جميل جدًا، جدًا يا حبايبي ما شاء الله جميل. وبتبدئي بقى تشوّحيهم كده، بس أهم حاجة أنا يعني لو أنتِ عايزة تحمّري البصلية ده طبعًا حسب طريقتِك، بس أنا ما باحمّرهاش، أنا بس بادبّلها كده. لإن طبعًا عشان يعني ما يكون يعني ما تقرقشش معاكِ، أمّا بتيجي تاكلي السمك كده تلتقي البصلية مستوية في الصلصة بتاعتِك. تمام. ونبدأ بقى نفضل نشوّح فيهم كده لحد ما يدّونا يعني اللون يعني الدهبي البسيط كده، ما تحمّريهمش خالص. تمام يا حبايبي. عايزة أقول لكم والله إن صينية السمك ديّة كانت خرافة، كان طعمها جميل. وطبعًا أنتم عارفين إن السمك المكاريلي ده أصلًا يعني ما شاء الله يعني سمكة كده، يعني طعمها في أي طريقة فيها مشوية، مقلية، كده زي ما أنتم شايفينها بالطريقة ديّة في الصينية، حلوة أوي، أوي بصراحة جميلة. وهي غالية شوية بس يعني إحنا بنحبها. تمام. ونزلنا بقى بالطماطم. كنا فارمين كده نُص كيلو طماطم. أنا طبعًا مش هاكتّر الصلصة بتاعتها لإن الكمية مش كبيرة يعني. أنتِ بقى حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها. وطبعًا معلقة من السكر طبعًا عشان الحموضة يا حبايبي. وهنسيب بقى الصلصة بتاعتنا دي تستوي على براحتها كده، طبعًا مش هاحط البهارات إلّا لمّا الصلصة تتسبِّك يا حبايبي. وده طبعًا السمك بتاعنا أهوّة ما شاء الله، ده سمك المكاريل. ومعانا برضك الشبار أو البولت زي ما أنتم بتسموه يعني. أنا منضّفاه كويس جدًا ما شاء الله طبعًا. وطبعًا يا حبايبي عايزة أقول لكم إن الروسي ده أو السمك المكاريل ده حسب ما بتسموه يعني في منه أصلي وفي منه مش أصلي. يعني السمك الأصلي ده بيبقى زي ما أنتم شايفينه كده ما شاء الله، يعني بيبقى يعني أبيض كده ولونه حلو أوي. التاني بقى اللي هو مش أصلي ده بيبقى أزرق كده، مش بيبقى حلو خالص. وده طبعًا يعتبر بالنسبة اللي أنا بابقى أجيبه، أنا بابقى أجيبه كبير، بس بصراحة ما لقيتش كبير النهارده، فجِبت ده يعني ماشي حاله يعني. أنا بابقى أجيب الواحدة بتُقف لوحدها نُص كيلو.
تمام. وكده كنا بقى إيه هنحمّره عادي أكنِّك يعني هاحمّره برضك في الزيت، مش هاحطّه في الصينية كده، هاحمّره في الزيت زي ما أنتم شايفينه كده بقى. كنت معفّرة كده في الزيت في الدقيق عفوًا. بتغسليه عادي وتنقعيه بقى في الخل والليمون يعني بتضبّطيه في غسيلِك أنتِ بقى عشان الزفارة وكده، والطماطم والليمون وتنقعيه شوية والدقيق برضك. ونرجع بقى إيه، وترجعي بقى إيه تقليه برضك علشان إيه أنا هاحطه في الصينية مقلي كده أكني يعني زي أي سمك مقلي أنتِ بتعمليه. تمام يا حبايبي. وزي ما أنتم شايفينه كده أهوّة ما شاء الله هي كده الصلصة بتاعتنا اتسبكت أهيّة. هنبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا. حطينا كمون على كزبرة، الدقة يعني بتاعتنا اللي أنا متعودة عليها، ونص معلقة كده من ال7 بهارات. أنا ما باحبش أكتر البهارات في الأكل يا حبايبي، لإن كتر البهارات ديّة بتغيّر طعم الأكل بصراحة. أنا بس باحط عشان إيه الريحة وكده. وده طبعًا معلقة نص معلقة كده من البابريكا. تمام يا حبايبي. وأصلًا يعني القرنين الفلفل اللي أنا حطيتهم دُولة مخلّيين يعني مخلّينها ريحتها جميلة جدًا، جدًا، ما شاء الله حلوة أوي. جرّبوها بطريقتي بصراحة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. تمام يا حبايبي. وكده بقى نضبّط الملح بتاعنا، ضبّطي بقى الملح بتاعِك، وطبعًا على حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها، يعني الصلصة بتاعتِك هتبقى حسب الكمية اللي أنتِ هتعمليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطبعًا اللي ناسي اللايك يا جماعة يا ريت يحطوا لنا اللايك، بالله عليكم ما تنسوش اللايك، لإن أنتم عارفين اللايك ده هو اللي يعني بيرفع الفيديو. تمام. وكده بقى خلاص كنت قليت أنا بقى كنا قلينا السمك بتاعنا. هتقولي يا أم إسلام السمك البلطي بيتحط في الصينية؟ آه يا جماعة باحطه في الصينية وجربوه جميل جدًا، جدًا، جدًا ما شاء الله. وزودنا كده كوبايتين من المَيّة، وطبعًا رشّينا على وشه كده كزبرة زي ما أنا متعودة. الكزبرة دي بتدّي له طعم جميل جدًا، جدًا، وريحة حلوة أوي. وزي ما أنتم شايفين كده ده السمك بتاعنا بقى، وبتحطيه في الفرن تسوّيه. بس أهم حاجة يعني إن أنتِ ما تغيبيش عليه في الفرن، لإن طبعًا السمك البلطي ده ما بيستحملش زي الروز. تمام. يعني قيمة إن هو يغلي غلوة واحدة وتطلّعيه، وتولّعي بقى عليه الشواية كده تحمّري وشه من فوق كده ما شاء الله. وده طبعًا الفيديو بتاعنا معاكم النهارده يا حبايبي. يا رب تكون طريقتي سهلة الطريقة بتاعتي سهلة وبسيطة عليكم، وجرّبوه بطريقتي هيعجبكم جدًا، جدًا. السمك البلطي مع المكاريلي مع سمك الروسي أو المكاريلي في الفرن ما شاء الله جميل جدًا، جدًا بقى مع الرز المفلفل مع حتّة مخلل كده ما شاء الله. بألف هنا يا رب للي ياكل. وزي ما أنتم شايفين كده يا حبايبي دمتم بخير يا حبايبي، وأتمنى يا رب كده دايمًا نكون مع بعض مكملين.